بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا متابعينا مشتركينا غوات الحمام، عشاق الحمام، عشاق قناة الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. تحياتنا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخش الغية بتاعتنا دلوقتي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. تمام. مساء الفل على حبايبنا متابعينا. هذا شوية الحمام بتوعنا يا جماعة، غوات الحمام. الناس اللي كانت بتقول لي عندك كام جوز حمام يا عم محمد، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا ركبنا قفص هنا، واول ما حطينا القفص بفضل الله الحمام بدأ يلم ويبني العش بتاعه. لم قش هنا اهوت بس واقع طبعا، فطبعا ده مش هينفع ان الحمام يحص عليه، تمام، لان طبعا مش مظبوط، ولو حص طبعا البيض هيتكسر والكلام ده كله. فده محطوط، بس احنا عاملينه وقفه كده مؤقته لحد ما نعمل الوقفات بتاعتنا. بالنسبه بقى للايام اللي احنا فيها دي يا جماعه، بفضل الله الناس اللي بتطلب مننا ان احنا نعرفهم احنا هنعمل ايه. طبعا الغيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وعملنا فيديو قبل كده واتكلمنا عن الموضوع دوت. هنعمل عيون باذن الله. وبعض اخواتنا كلموني على الواتس وقالوا لي طبعا يا عم محمد احنا عندنا الحمام تعبان الايام ديت. يا جماعه نخلي بالنا الايام ديت، الوقايه خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. طبعا عندك غيتك التهويه بتاعتها حلوه، الشمس بتدخل لك بفضل الله. حمام واقف على البطانيه يا جماعه. كان في حمام عامل عش هنا برضو، تمام. عاملين جوله النهارده في قلب الغيه الجديده بتاعتنا بفضل الله، جوله في الغيه الجديده بتاعتنا زي ما حبايبنا طلبوا مننا وعشاق الحمام. الحمام واقف على السلك زي ما انتم شايفين. هذا يا جماعه البلاك اهوت بفضل الله، ده الحمام البلاك اللي واقف فوق دوت، والازازي وشائي، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عامل ديت علشان بقفل وبفتح طبعا زي ما انا قلت قبل كده. عدلنا البلكونه بتاعتنا، عملنا فيها غيه عشان قلنا هنربي حمام في اي مكان، في السطح، في البلكونه، اي حته هتربي وهتطير وهتنش ويبقى مزاجك حلو والدنيا جميله معاك. حمام زي ما انتم شايفين طبعا، حمام كابن مفيش وقفات الا به التعديل بتاع الابلكاش، تمام. فمازن طبعا واقف عايز يخش بس واقف عشان الباب طبعا ما يفتحش والحمام يطلع مننا. الحمام لسه ما خدش على المكان، السلك ده هيكشف منه، تمام، السلك ده هيكشف منه. بالنسبه بقى للوقايه اللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الفيديو، عندك الميه نظيفه دايما، قلنا التوم والبصل والكلام ده كله في قلب الميه باستمرار. لو مره واحده كل اسبوع صدقني هتبقى حلوه. عندك السقايه بتاعتك لازم تكون نظيفه، علشان الميه هي اساس كل حاجه. فانت عندك الميه لو سخنه في الصيف، الجو طبعا الايام ده حر زي ما انتم عارفين، وطبعا بطبيعه الحمام جسمه حامي، فانت حاول انك تلطف له الجو على قد ما تقدر، تمام. وفي نفس الوقت حاول بقدر الامكان ان الميه ما تكونش سخنه. السقايه اللي انت طبعا بتعلف وبتحط فيها ميه، العلافه اللي بتحط فيها العلف لازم أن تكون نظيفه طبعا. طبعا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، البلاط يا جماعه طبعا اقل حاجه بتبان فيه زي ما احنا قلنا. فطبعا دايما بننظف، تنظف مننا تحس ان الدنيا عندك مش مظبوطه، انما هي اصلا بسم الله ما شاء الله اقل شويه ميه او حاجه وسحبتهم بينضف بسرعه. الميه اهم حاجه يا جماعه. الجو حر الايام ديت، الجو حر على الحمام. هقول لك على الحاجه المهمه وحاجه بسيطه مش هتكلفك حاجه. نص ليمونه وتضربها في الخلاط، وتحطها للحمام في قلب السقايه. تضرب الميه بالليمون في قلب الخلاط طبعا، ولا سكر ولا الكلام ده كله، وتقدمها للحمام. اتفرج على الحمام فيتامين سي بقى، وما اقولكش على الحاجات اللي هتحصل معاك، وجمال الحمام وحلاوه الحمام طبعا، والحاجات اللي هتنعنش لك الحمام وتخلي الدنيا معاك مظبوطه والدنيا تمام بفضل الله. طبعا انا واقف هنا اهوت، شايفين الحمام بسم الله ما شاء الله. الجو جميل النهارده، الجو جميل جدا النهارده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. طبعا على الجو ده بقى عاوز طبعا ميه، ومش هقول لك بقى على الميه اللي هتحطها للحمام والدش الحلو بتاعك اللي انت بتحطه للحمام، الطبق الجميل اللي بتحط فيه الميه طبعا علشان الحمام بتاعك ياخد الشاور بتاعه وتبقى الدنيا عندك جميل، تمام. بالنسبه لعدد
الحمام اللي موجود عندنا يا جماعه بفضل الله مش هخبي عنكم حاجه، بفضل الله عندي في حدود 15 او 16 جوز حمام في الغيه الجديده بتاعتنا، فيهم شبابيات وفيهم حمام شغال. البلاك دوت شغال، هقول لك على بعض، قول لاخواتنا وحبايبنا على بعض الحمام اللي شغال. البلاك ده شغال يا جماعه بفضل الله، واللي جنب منه الابيض في رمادي دوت برضه نفس النظام، والذكر الازازي اللي واقف على الشكاره فوق دوت نفس النظام. واغلبيه الحمام بقى شبابيات، الاغلى يعني في حدود 3 جواز شغال، 3 جواز شغال، والباقي طبعا هتلاقيه شبابيات بفضل الله. طبعا البتاعه دي اللي بالصلاه على النبي جميله جدا، الوقفه ديت القفص الحلو دوت، بس الحمام لما قش وقع تقريبا هنا اهوت ورا القفص اهو، ورا القفص هنا طبعا مش هتنفع فوق لان طبعا مكسوره، وفي نفس الوقت الحمام هيطير عليها ومش هتظبط عندنا. مع ان الطواجن احنا حاطينها بس الحمام لسه برضو مهما كان لسه ما خدش على المكان، وظبطت لهم الحته ديت مؤقتا لحد ما قدام شويه برضو نعمل العيون. والحاجه اللي احنا هنعملها في الغيه بنقول لكم عليها دايما، الغيه بسيطه. الغيه كلفتك كام يا عم محمد يا ابو مازن؟ الغيه كلفتنا حاجات بسيطه جدا في حدود يعني السلك والابلكاش في حدود من 2000 ونص ل3، من 2000 ونص ل3. طبعا جناب الجنب دوت والسلك زي ما احنا قلنا، طبعا ده انا عاملها علشان طبعا الهواء والكلام ده كله، ديت بنسقطها تمام. هنوريكم برضو على الطبيعه بنسقطها لما نعوز نقفل هنا، وفي نفس الوقت لما بنعوز نفتحها بنفتحها، والدنيا تمام معانا بفضل الله. انا مازن واقف عمال يتفرج علينا عايز يخش، بس انا زي ما انا قلت لكم واقف علشان الحمام ما يطلعش بره. الباب ممكن يتفتح ولا حاجه، ومع ان نقفل برضه بالترباس بس برضه احتياطي. قلت له خليك يا مازن امن الباب لحد ما نظبط الدنيا هنا تبقى كل حاجه تمام. الناس اللي طلبت مننا ان احنا نعمل فيديو يا جماعه، ادي الفيديو معاكم. اي حد عنده اي استفسار في اي حاجه يقول لنا برضه، واي حاجه انا بعملها في الغيه بقول لكم على من 2000 ونص ل3. السلك بالخشب بشق الخشب بالابلكاش بكله. طبعا انتوا عارفين الخشب غالي والكلام ده كله، بس احنا لمينا العمل برضه على قد ما نقدر، بس كله يهون علشان خاطر الحمامتين الحلوين والغيه الجميله اللي احنا دايما في اي مكان بنروح بنربي حمام، على اي وضع بنربي حمام، على اي حاجه هنربي حمام. يعني رسالتي لكل غاوي كبير او صغير واخواتنا المبتدئين الشباب الصغيرين، لو عاوز تربي حمام، طبعا احنا في اجازه الصيف والجو طبعا حر، وعاوز تصيف وعاوز في نفس الوقت تجيب حمام ومفيش عندك مكان، اعمل زي ما انا بقول لك في بلكونه او في اي حاجه، جيب لك جوزين 3 حمام، تعود الحمام على المكان، وبعد كده هننش الحمام والدنيا هتبقى جميله معانا. بس نبداها واحده واحده، ومفيش حاجه طبعا بعيده عن اخواتنا وحبايبنا. طبعا انا قعدت دلوقتي يا جماعه بسم الله ما شاء الله الحمام اهو طلع هناك اهوت. اخواتنا حبايبنا مشتركين، لو اول مره تشوفنا دلوقتي ما تنساش تشترك في القناه واللايك الجميل بتاعك والكومنت الحلو، والكومنت الحلو طبعا علشان حمام واقفين اهو. ده انا عاملها سلك يا جماعه برضه عشان تدي تهويه مع السلك اللي موجود هنا، تمام؟ تدي تهويه مع السلك اللي موجود هنا يا جماعه. طبعا احنا جنبنا برج بسم الله ما شاء الله، برج شبكه محمول بسم الله ما شاء الله. طبعا الحمام اهو يا جماعه، طبعا شاكوش مسامير ابلكاش الواح خشب، هتقفل الجناب بتاعتك زي ما انتم شايفين كده من السقف لهنا بسم الله ما شاء الله. ده كل اللي احنا عملناه في الغيه بتاعتنا، حاجات بسيطه كام طاجن عندك. والحمام لما يشتغل هنوريكم برضو الحمام وهو شغال. طبعا انا الفتره اللي قبل كده كنت اتاخرت في الفيديوهات وما عملتش فيديوهات طبعا علشان كان الحمام في مكان وانا كنت في مكان تاني، ولما نقلت وعملت غيه جديده وعدتكم ونفذت بوعدي بفضل الله، وهنحدث وهنطور برضو على قد ما نقدر وبتكاليف تكون قليله. ما بخبيش عنكم حاجه، كل حاجه سهله بسيطه وجميله، بس احنا نشغل دماغنا شويه
الغواص الصغيرين اللي عاوزين يجيبوا حمام يجيبوا، مفيش مشكله. عندك الاجازه، مفيش طبعا دراسه ولا في حاجه دلوقتي، هتربي الحمامتين. شايفين يا جماعه الحمام؟ الجو حر اصلا، وانت ما تجريش ورا الحمام وتجهده اكتر من الاجهاد اللي هو فيه. تمام، الاجهاد الحراري اللي هو فيه مع طبيعه جسمه اصلا ان هو حامي والكلام ده كله. فاحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على الحمامتين بتوعنا بفضل الله. بسم الله ما شاء الله. حمام يا جماعه اهوت، جوله في غيه الحمام. بسم الله ما شاء الله. حمام واقف في قلب البطانيات، حمام في البطانيه. حاجه كده لاخواتنا وحبايبنا مدلعين الحمام اهو يا جماعه، فتحات وتهويه وبطانيه والدنيا جميله. بكم ومعكم نلتقي بفضل الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.